اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة معانا مسقعة. أنا غاسلة البتنجان ومجهزاه. هبدأ أجيب القطاعة وهشيل القمع بتاع البتنجانة من فوق، هقطعه. وبعد كده هبدأ تقشير زي ما حضراتكم شايفين. مش هقشر البتنجانة كلها، هعمله خطوط زي ما حضراتكم شايفين. وبعد ما أقشره هقطعه. خلص تقطيع البتنجان كله وهقطع كل قطعة 4/4 وهركنه جنبي، وهروح اجيب البولة عشان اجهز البتنجان للتحمير. ما تنسوناش في اللايك والشير والاشتراك. انا حطيت البتنجان، حطيت عليه ملح، شوية خل، هنزل بمية، هحط فوقه طبق علشان ما ياخدش معايا زيت في التحمير. هجهز الصلصة، هحط معلقة زيت، شوية زيت، معلقة توم، هحمر التوم. بعد كده هنزل بالطماطم ضربها في الخلاط، ما شاء الله لونها وردي. ملح وفلفل وشطة، الشطة هنا اختياري اذا حابة. معلقة سكر بتعادل الحموضة بتاعة الطماطم. بعد كده انا بوريكم البتنجان منزل مية لونها اسود. بعد كده انا حطيته في المصفى وهروح اجهز الطاسة اللي هحمر فيها البتنجان. هحط شوية زيت، بعد كده هنزل بالبتنجان وهرصه، واول ما وشه يحمر معايا هبدأ اقلبه على الوش التاني، وهخلص تحمير البتنجان كله. اول ما هخلص تحميره هروح شايلاه كله ومجهزة الصلصة بتاعتي، حطها على النار، هنزل فيها بالبتنجان اللي انا حمرته. وبعد كده هقلب، وانا بقلب انا مجهزه معايا حبايتين فلفل وحبايه شطه، هنزل بيهم على البتنجان. هيستووا معايا، بقدمها مع عيش بلدي وجرجير. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك.